المعلومات للسادة القضاة فيما يخص ملفات القتلى في مرحلة. هل تعني أن ما زال هناك تدخل من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء؟ لا أعتقد أن هناك تعليمات مباشرة للقضاة، ولكن هناك عدم تعاون من وزارة الداخلية. ووزارة الداخلية طبعا تتبع السلطة التنفيذية، المفروض أن أعلى السلطة تتدخل لتطلب من موظفي وزارة الداخلية من المسؤولين أن يتعاونوا تعاون كلي مع سلطة القضاء. هذا طبعا مطلب من المطالب. وهناك أيضا حركة لي ذراع من طرف بعض عوامل الأمن، وأقول بعض وليس الجميع، وقد تقابلنا مع البعض في النقابة لا يشاطرون لحسن الحظ هذا السلوك، يسعون لتخويف السلطة، تخويف الشعب بأنهم سيتضامنون مع زملائهم إذا ما وقع اعتقالهم على أساس قتلهم الثوار. نحن طبعا نقول كحقوقيين أن مع تطبيق القوانين لا ظلم لأي أحد، لا هذا ولا ذاك، ولكن لسنا ولا يمكن أن نقبل إطلاقا أن صنف من المواطنين ومعاونين الأمن أو بعضهم للتوضيح يطالبون القضاء بعدم القيام بواجبه. نعم. هل ترى سيد محمد عفوا هل ترى من دخل بالقوة للمحاكم ومنع تطبيق القوانين؟ هل ترى علاقة لنوع القضاء الذي يبحث هذه القضايا، بمعنى يعني أن نظر القضايا أمام المحاكم العسكرية، هل ترى فيه سببا للتأخير؟ أولا في البداية الأمر معظم القضايا أحيلت للقضاء المدني. القضاء المدني بعد أشهر اتخذ قراره وهو تطبيق السليم للقانون، أن كل الجرائم التي ترتكب في الطريق العام بمناسبة حفظ النظام في الطريق العام، قلت في إطار المظاهرات والتجمع إلى آخره، هي تكون إذا ما ارتكبت من طرف عوامل قوات الأمن الداخلي تكون من اختصاص المحاكم العسكرية. القانون الموجود لا نناقش في ذلك في الفصل 22 من قانون 6 أوت 1982. مطلبنا اليوم وما توصلنا إليه بعد أعمال الندوة اليوم هو أن نطالب بإلغاء الفصل 22، أن تعود كل القضايا التي تتعلق بعوامل قوات الأمن الداخلي إلى القاضي العادي، إلى القاضي العدلي طبعا، وأن تخرج من أيدي القضاء العسكري. وذلك أيضا عندما نتحدث عن الفصل 22 فإن فيه فقرة تجعل كل القضايا وتجعل كل المحاكمات عفوا تجرى في إطار السرية كل ما يتعلق الأمر بعون من عوامل قوات الأمن الداخلي مورد في جريمة في إطار مهنته. نحن نريد أن تكون هذه المحاكمات علنية، ونريد العائلة أن تحضر، ونريد أيضا أن يعرف الجمهور ما حصل في هذه المحاكمات. هذا مبدأ المبادئ المفروضة التي يجب أن تسود. لذلك طلبنا بإلغاء كل هذا الفصل وعودة طبعا كل القضايا إلى القاضي العادي. القاضي العادي طبعا بعد تطهير القضاء، هذا مطلب أكيد. نعم. بشكل
في ذلك في على في مسألة سيد محمد عفوا ضعيفة جدا في مسألة ذات صلة سيد عبو. رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي